لك عبد الله، نحن متواجدين طبعا في منطقة المحتفى بهم لاعبي نجوم هذا الموسم. في إلى جانب طبعا نجم الموسم، أعتقد أنه مو غريب أن يأخذها ناصر الشمراني. ناصر، يعني ما شاء الله عليك، موسم كبير، قدمت فيه عطاءات كثيرة، أعتقد أن أكبر دافع هذه الجائزة كابتن. أول شيء الحمد لله، هذا فضل من رب العالمين والحمد لله يعني. وأحب أشكر برضو مرة ثانية القناة الرياضية والأمير تركي بن سلطان لدعمهم للرياضة والرياضيين. واحب يعني لا انسى ان زملائي اللاعبين في نادي الشباب الفضل الله ثم لهم داخل الملعب، يعني مجهودهم هذا نهايته. توجنا بالدوري والحمد لله، يعني حصلت على هداف على افضل لاعب الموسم، فهذه نعمه من رب العالمين. تعني لك هذه الجائزه ناصر؟ والله تعني لي شيء كثير، انه ندافع للموسم الجاي ان شاء الله نقدم اكثر ما عندي كمان. توقعتها بصراحه؟ لا والله ما توقعتها، توقعت افضل مهاجم، يعني قلت ممكن اتوقعها. يعني ناصر مو غريب، 4 مرات هداف الدوري، اعتقد يعني في الطريق الى كسر حاجز الكابتن ماجد عبد الله. ودك خاصه انك كنت كابتن، يمكن سويت معك مقابله مره قلت لي اهم شيء الدوري عندي مو الهداف. والله انا قلت لك يا بدر، وقلتها مع كذا واحد من الشباب الاعلاميين، قلت اهم شيء الدوري، لانه احنا يعني نعتبر لنا 6 سنين ما حققنا الدوري، وكان يعني كل تركيزي على الدوري، فالحمد لله جاء الدوري وجاء الهداف، الحمد لله دحين اتوج بهديتين من القناه الرياضيه، فنعمه من رب العالمين. اكيد علي، الحين ولدك مستانس قاعد يطالعك والضحكه. اكيد لازم الكل مستانس اليوم. قلت له يسجل المقابله؟ والله اكيد، يعني الام راح تسجل المقابله، ولا انسى بصراحه الوالد والوالده، يعني فضل الله ثم لهم، ولا انسى زوجتي وعيالي واخواني، انهم هم الناس اللي وقفوا معي الصراحه. يوم اخذت الجائزه ما كلم تليفون؟ لا خلاص انتهى الموسم. ثقيل الكاس ولا؟ والله ثقيل شوي، بس خفيف على قلبي، ما عليك. وين بتحطه؟ ها؟ وين بتحط اي دولاب؟ مع دول الحين كوسك ما شاء الله كثيره الحين. عاد لازم نفصل له واحد جديد. تستاهل. يعطيك العافيه. شكرا لناصر الشمراني نجم